السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في عالم الساحرة المستديرة مع قناة كورة نيوز، القناة التي تغطي كل جديد في عالم كرة القدم العربية والعالمية، في بث مباشر من داخل قلعة الاحتفالات، وخلال فرحة نادي الأهلي السعودي بالتتويج التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة. ظهر نجم المباراة الأول ولاعبنا العربي الأبرز رياض محرز ليثير جدلا كبيرا بعد رفضه لوصف كان يطلق على أكثر من لاعب عربي قبله. في حوار أجراه الإعلامي الرياضي وليد سعيد وجه له الحضور سؤالا طريفا لكنه عميق: هل تقبل أن تكون لقبك الجديد هو فخر العرب؟ فرد عليه: أفضل أن يقال عني إنني لمنافس، لأن المنافسة هي شغفي الحقيقي وأحب دائما أن أتحدى. وهنا برز التساؤل: لماذا اختار محرز هذا اللقب تحديدا؟ وهل يعتبر ذلك رد فعل غير مباشر على استخدام نفس المصطلح مع نجوم آخرين كمحمد صلاح المعروف أن لقب فخر العرب أصبح تقليدا يتم إطلاقه على بعض اللاعبين العرب الذين يحققون إنجازات كبيرة؟ وقد ارتبط اسمه مؤخرا بالنجم المصري محمد صلاح سواء مع ليفربول أو منتخب مصر، لكن محرز ومن خلال شخصيته المتواضعة وروحه التنافسية العالية اختار أن يعرف بالمنافس، مؤكدا أن هدفه ليس فقط تحقيق الإنجازات بل التغلب على التحديات ورفع مستوى المنافسة سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي مع الفريق. ومع الأرقام الرائعة التي حققها مع الأهلي حتى الآن: عدد المباريات 77 مباراة، عدد الأهداف 29 هدفا، عدد التمريرات الحاسمة 33 تمريرة. ما قاله محرز ليس مجرد كلمة عابرة بل انعكاس لعقلية رجل كبير يعلم أن كرة القدم ليست فقط عن الألقاب البراقة بل عن الروح والإصرار والتحدي المستمر، وهو ما يجعل منه نجما حقيقيا وليس مجرد لقب. وها نحن هنا في كرة نيوز نتابع كل صغيرة وكبيرة في عالم الساحرة المستديرة لننقل لكم الحقيقة كما هي بكل شغف وبكل تفاصيلها. إذا كنت تحب هذا النوع من التقارير والمحتوى الرياضي المعمق والمتجدد يوميا، فلا تنسي أن تشترك بالقناة وتضغط زر الجرس لتتوصل بأحدث الأخبار أولا بأول. ولا تنسى أيضا أن تضع لايك للفيديو إذا استفدت منه وتشاركه مع أصدقائك من محبي كرة القدم، فالدعم الصغير منك يعني لنا الكثير. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة وشكرا على الدعم الدائم، وسنلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. حتى اللقاء، وكرة نيوز معك في كل هدف.